السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سارة كوك. في البداية دائما نذكركم بالاشتراك بالقناة بالنسبة للناس اللي أول مرة يشاهدوا الفيديو تاعي، والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفتنا لنهار اليوم سلطة المكرونة، تجي بزاف بنينة وخفيفة وسلطة متنوعة وغنية وصيفية، يعني هذا هو وقتها. ننصحكم أنكم تجربوها وما تاخذش منكم كاع الوقت. هنايا راني نحط فيها في طبق التقديم مع التزيين بحبة البيض اللي كنت سلقتهم مع رشة خفيفة تاع المعدنوس، يعني غنية، وهذوك الألوان اللي فيها يفتحوا لك الشهية للأكل. وأيضا خممت بالنسبة للنساء العاملات ولا حتى اللي أزواجهم يعني ما يفطروش في البيت، تقدروا ديروها دون دي بواط ارميتيك وتدوها معكم للعمل وتفطروا بها، أفضل من أنكم يعني تفطروا برا، خصوصا في فصل الصيف. ننصحكم أنكم تتجنبوا الأكل في المطاعم كما تعرفوا مع السخانة وكاع والنظافة المنعدمة للأسف. يعني تنتشر بزاف التسمم، ينتشر بزاف التسمم الغذائي، لهذا ننصحكم أنكم تحضروها في البيت وتدوها معكم للعمل وتتناولوها طبق غني ونظيف ومتنوع. إذا بدون إطالة نروح نتعرفوا على طريقة التحضير. هنايا في طنجرة اللي كنت درت فيها الماء يغلي، ضفت لها مغرف كبيرة ملح مع إضافة 3 مغارف كبار زيت، ونخلي الماء تاعي يغلي مليح قبل ما نضيف ليه المقارون. وهنايا المقارون استعملت النوعية تاع الرسول، نتوما تقدروا تستعملوا أي نوع عندكم، المهم يكون ذو حجم متوسط إلى صغير باش السلطة تاعكم تجي شابة. وهنايا مدة الطهي يعني من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. ننصحكم أنكم لي بات تاعكم ما تطيبوهمش بزاف باش يجي الشكل تاعهم شد روحه وما يجوش محلولين بزاف. كما تعرفوا لي بات بالخف يتعجنوا. لان هنا نخلو لي بات تاوعي يطيبوا، وفي جهه اخرى نروحوا نحضروا الصلصه اللي ترافق السلطه هذه. هذه الصلصه تجي بزاف بنينه. هنايا اش غادي ندير؟ غادي ندير الكريمه الطريه حوالي 200 غرام، ونروح نضيف لها 2 مغارف كبار مايونيز. هذه الصلصه تقدروا ترافقوها في جميع انواع السلطات تاعكم، تجي بزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوها هي تانيك. هنايا غادي نروح نضيف المعدنوس بعد ما قطعته رقيق، بلا ما ننسو 2 مغارف كبار زيت. هنايا ما كثرتش الزيت بيسكو المايونيز ديجا فيها الزيت. هنايا درت غير 2 مغارف، ونروح ندير شويه ملح شويه فلفل كحل، بلا ما ننسو الخل. يعني من الاحسن لو كان عندكم الليم ديروا الليم، انا ما كانش عندي عوضته بالخل. اذا هنايا درت الفلفله حمراء فلفل كحل وشويه ملح، ونروح بالميكسور نخلطهم جيدا قبل ما نضيف لهم الماء. يعني نتاكدوا ان هذا الخليط تاعي كاع تخلط لي جيدا باش نروح نضيف حوالي نص كاس ماء، ونبقى نخلط في الصلصه تاعي حتى نتحصل على مظهر يعني شويه ماشي بزاف سائل، يكون شويه شد روحه. هذه الصلصه بزاف بزاف تجي بنينه يعني وترافق جميع انواع السلطات. انا دائما نحضرها خصوصا في سلطات تاع لي بات، يعني تعطيه واحد البنه بزاف بنينه. اذا نروح نخلط المكونات تاوعي جيدا بالبغا ميكسور. اذا هنايا نسيت باش نزيد لا موتارد، ضفتها في الاخر، لكن نتوما من الاحسن تضيفوها مع الاول وخلطوها مع المكونات. اذا هنا خلطت لا موتارد تاعي والشكل تاعها يجي بزاف بنين وشباب كما راكم تشوفوا هنايا. تشاهدوا فيها في الفيديو شوفوا الشكل تاعها كيفاش جا سائل بعد ما ضفت لها الماء. اذا هنايا السلطه تاعنا اش غادي نديرو فيها؟ غادي نديرو فيها لي كورنيشون بعد ما قطعتهم الى دوائر صغار، والجزر اللي كنت ربيته، والفرomاج غودا اللي كنت قطعته الى مربعات، والزيتون الاخضر مع باتيت فولاي طون الويل، والخيار بعد ما قطعته مربعات صغيره، مع بدون ما ننسى الزيتون الاسود. هنايا لي بات تاوعي بعد ما طابوا شلتهم على ما بارد، نروح نضيف لهم هذو المكونات. كما راكم تشوفوا هنايا عندي جزر اللي كنت ربيته، خيار مخلل ولا كورنيشون بعد ما قطعته الى دوائر صغيره. هنا كنت درت جبن الجوده قطعته الى مربعات صغيره هو تانيك، والزيتون الاخضر الى دوائر صغيره، مع هذا باتيت فولاي اللي كنت قطعته هو تانيك الى مربعات صغيره، يعني باش الشكل تاعهم يجي كاع كيف كيف ويعطينا مظهر شباب للسلطه تاعنا. بلا ما تنسوا هنايا طون الويل ولا طون طبيعي. نروحو نضيفو لها الخيار. هنايا حبه تاع خيار اللي كنت نزعت لها الزريعه تاعها وقطعتها الى مربعات هي تانيك صغيره.
وهنايا في الأخير غادي نضيف الفلفل الحار. أنا من محبي الحار، تقدروا تستغنوا عليه لكن يعطي ذوق بنين للسلطة تاعكم. بلا ما ننسوا المعدنوس اللي كنت قطعته هو تاني كرقيق، والزيتون الأسود. إذا هذه سلطة متنوعة وغنية في نفس الوقت، والألوان اللي فيها يعطوا الرغبة ويفتحوا الشهية للأكل، وتعتبر خفيفة خصوصا في فصل الصيف. يعني هذاك ما نبغوا غير نكتروا بزاف من السلطات. ننصحكم انكم تجربوا هذه السلطه خفيفه وفي نفس الوقت تجي بزاف بنينه. اذا هنايا راني نحاول كيفاش نخلط كاع المكونات تاوعي جيدا قبل ما نروح نضيف الصلصه. حاولوا انكم تخلطوا المكونات تاعكم جيدا باش تتاكدوا انهم موزعين بطريقه متجانسه. اذا هنايا بعد ما خلط المكونات تاوعي جيدا نروح نضيف لهم الصلصه ولا لاصوص تاعنا اللي كنا حضرناها من قبل. إذن هنايا نخلط السلطة تاعي جيدا مع إضافة الصلصة، ونحاول كيفاش ندخلها مليح باش نشرب كاع هذيك لي بات تاوعي مع المكونات اللي ضفتهم لهم بهذا الشكل، ونخليها في الثلاجة حوالي ساعة باش نروح نقدمها في طبق التقديم. إذا هنايا الشكل تاعها النهائي يجي بزاف شباب، ويجوا هذوك الالوان يعطوا يعني رغبه في الاكل. ننصحكم انكم تجربوها، وما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم وارائكم اسفل الفيديو. وفي الاخير دائما كما عودتكم نخلوا ختامها مسك، ونصلوا ونسلموا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونضرب لكم موعد اخر مع وصفه اخرى. الى اللقاء.